النهاردة هنشرح ازاي تحقق الملكية في جوجل ادسنس عن طريق الهاتف الجوال بتاعك. أول حاجة بتروح على جوجل، وبعد ما تروح على جوجل هتروح على قناتي، هتروح على كلمة قناة، هتحقق التحقيق هنا. بعد كده هتروح على الإعدادات هنا هنروح عند الإعدادات هنا. بعد ما تروح عند الإعدادات تروح عند تحقيق، تروح هنا عند قناة. كده نروح على مدير الفيديوهات، وبعد كده بعد مدير الفيديوهات هنروح على قناة، وبعد كده هنروح على إثبات الملكية. الأول هنثبت الملكية، وبعد كده هنروح نعمل هنا مصر، وبعد كده ننشئ بلد. بعد كده هنبقى كيف ترى في تلقي رمز التحقق عبر الرسالة النصية. بعد كده عبر الرسالة النصية هتحط عليها علامة، هتروح حاطط الجوال بتاعك. ايوه أكيد إنه هنا هو ده. تم قران رقم الهاتف بعدد أكبر من اللازم من الحسابات يمكنك إثبات المكان. هنا أنا مدخل رقمين، فهو ده بعد ما بتدخل الرقم هتثبت الملكية. بعد إثبات الملكية مباشرة هتروح هنا بقى عند تحقيق الدخل هنا عشان تحقق الدخل. مزيد من المعلومات ندخل عند تمكين. احنا كده اثبتنا الملكية اهي فوق خلاص. وبعد ما اثبتنا الملكية هنروح على تمكين هنا، تحقيق الدخل اهو. هننزل على تمكين حسابي، هنضغط على تمكين حسابي دي كده. الرجاء مراجعة اتفاقية تحقيق الدخل دي لازم تقراها، عشان انت كده هتحقق دخلك مع جوجل ادسنس. لازم تقرا الكلام ده كله. لقد قرأت البنود، هنعلم على الثلاث خانات هنا اهو. هنا كمان
لأن ممكن أنا لا. وهندو تمكين حساب تحقيق الدخل هنا، وهندوس وافق. وافق. هنا قالك تركيب الإعلانات المضمنة، إعلانات الفيديو قابلة للتخطي، ولازم تقرا الكلام ده هم. وبعد كده هندوس هنا علامة صح، استثمار مقاطع الفيديو، تحقيق الدخل هندوس عليها كده. هنروح ضاغطين هنا على ربط حساب اهو. هنا هنضغط تم تسجيلي. هو بيقولك الاشتراك في استخدام الحساب، الاشتراك في أدسنس سيتم استخدام أي حساب تختار لتسجيل دخول حسابك الجديد. هندوس موافق، وبعد كده هندوس موافق، وهيتم ربط حساب أدسنس بالطريقة دي.